مشاريع وتنمية وصلت لزراعة 4 مليون فدان، طفرة غير مسبوقة بتشهدها الدولة المصرية في مجال الزراعة. في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حصل تطور كبير في قطاع الزراعة، واللي معروف طبعا إنه بيلعب دور محوري في ملف الأمن الغذائي، والحقيقة إنه شهد طفرة ونهضة غير مسبوقة وبرضه دعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال ال8 سنين اللي فاتوا، وخصوصا بعد وجود توجيهات بضرورة وجود مشاريع التوسع الأفقي والرأسي، واللي بتدعم بشكل أساسي إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية. وطبعا الاهتمام ده بيأثر في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ عدد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى. طب الخطة اللي وضعتها مصر في مجال الزراعة إيه الهدف منها؟ كانت من أهم أهداف وزارة الزراعة في استراتيجيتها لرؤية مصر 2030 هي الحفاظ على الموارد الزراعية الاقتصادية المتاحة، وكمان تحقيق تنمية متوازنة مستدامة وتحقيق معادلة الأمن الغذائي، ده غير المجتمعات الزراعية اللي تم فيها تحسين مستوى ودخل السكان الزراعيين والتكيف مع التغيرات المناخية. طب تعالوا بقى نتكلم عن أهم المشروعات اللي ركزت عليها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أول حاجة كان مشروع 1.5 مليون فدان، واللي تم بدء العمل فيه في ديسمبر 2015، ويعتبر حجر الأساس اللي بيوفر لمصر احتياجاتها من الطعام، وكمان من أعمدة المشروعات القومية الزراعية. وكمان بيشمل المشروع أكتر من مرحلة. في المرحلة الأولى مساحتها أكتر من 500 ألف فدان، وده طبعا في مناطق متعددة منها الفرافرة وتوشكا وقرية الأمل وغيرهم من المناطق. والمرحلة الثانية بتبلغ 490 ألف فدان في مناطق منها غرب المنيا وشرق سيوة. أما بقى المرحلة الثالثة فبتبلغ مساحتها 510 ألف فدان. نيجي بقى لتاني مشروع وهو مشروع 100 ألف فدان، والهدف منه زراعة أكتر من 10,000 صوبة زراعية علشان يتم تأمين الغذاء للمصريين بشكل صحي وآمن. والمشروع ده بيسهم في إنتاج 1.5 مليون طن من الخضروات السنوية، وطبعا بدوره بيقلل من الفجوة الغذائية في مصر. أما ثالث مشروع فهو مشروع شرق العوينات، واللي اتنفذ على بعد 450 كيلومتر من مدينة الخارجة في الوادي الجديد، ويعتبر تاني أكبر المشروعات الزراعية اللي بتتنفذ في جنوب الوادي، وفي حوالي 560 ألف فدان، والمعروف عنها إنها من أفضل الأراضي الصالحة للزراعة. ده غير كمان مشروع توشكا الخير، وكان الهدف من المشروع ده هو خلق وادي جديد في الصحراء الغربية على مساحة 540 ألف فدان، واللي من المفترض إنها في المستقبل توصل ل1 مليون فدان. المشروع ده اتكلف أكتر من 6 مليار جنيه، وبدأوا فيه بالفعل سنة 2020، وتم زراعة 30 ألف فدان قمح في أول 3 شهور بس. ولو اتكلمنا بقى عن مشروع الدلتا ففي سنة 2021 أعلنت الدولة المصرية عن مشروع قومي جديد وهو الدلتا الجديدة، واللي يعتبر أحد المشروعات الضخمة في المجال الزراعي، لأنه من المفترض إن يتم زراعة أكتر من 1 مليون فدان خلال 2 سنين. ومن المشاريع المهمة في مجال الزراعة هو مشروع تنمية شمال سيناء، وطبعا كان دور وزارة الزراعة واضح في الجزء الخاص بسيناء ضمن خطة التنمية الشاملة اللي ركزت عليها الدولة في سيناء كلها. والهدف من المشروع هو إنشاء ترعة السلام علشان يتم استصلاح 220 ألف فدان غرب قناة السويس، وكمان إنشاء صحارى أسفل قناة السويس، وكمان ترعة الشيخ جابر الصباح لاستصلاح 400 ألف فدان. واهتمت كمان وزارة الزراعة بتنمية الريف المصري، وكان هدف شركة تنمية الريف المصري هو استصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان في المرحلة الأولى، يعني من المفترض إنها تكمل باقي مراحلها واللي هتوصل في الآخر ل4 مليون فدان. والحقيقة إن جهود الدولة المصرية ما اقتصرتش بس على المشاريع الخاصة بالزراعة، لا ده كمان دعم المزارعين من خلال مبادرة حياة كريمة، واللي قدرت تثبت دورها في تحسين حياة المواطنين وتقديم كل الخدمات المتاحة ليهم.